أهلا بيكم وموسم جديد من برنامج فار على الفطار. في الموسم الثاني من فار على الفطار هدف البرنامج تصحيح مفاهيم أو عمل مقارنات بشكل سليم، كمان حل مسألة أو جدل بين طرفين مختلفين. ضيف الموسم ده ممكن يكون رياضي، فنان، ممثل، منتج، إعلامي، رجل أعمال أو عالم. ضيف الحلقة النهاردة الإذاعي الأستاذ مجدي كامل. من كام يوم عندي يعني حالة نوستالجيا، فبقلب في الحاجات القديمة فلقيت حوار تلفزيوني أو إذاعي قديم معمول مع الفنان عمر الشريف الله يرحمه. استلفت انتباهي إنه نفس الكلام اللي بيحصل مع محمد صلاح. أنت ما وقفتش مع قضايانا، أنت لما في مراسل سألك في رويترز قالوا لك أنت إيه موقفك من القضية والصراع العربي الإسرائيلي، أنت قلت أنا راجل أحب السلام بينما ما أبدتش مواقف وخلافه. رد عمر الشريف وقال يا جماعة أنا راجل بمثل مصر وموجود بره في السينما العالمية، أنا قدامي حاجة من الاتنين، لو أبديت مواقف حاسمة بشكل معين ممكن جدا الناس أنا ما اشتغلش، باختصار ما مثلش. هنا بقى حسابات المكسب والخسارة. لما يبقى عندك نجم ونجم اللي هو فاكهة هي الوحيدة اللي عندك في الطبق وما عندكش منها مجموعة فواكه، انت كمصري يعني تحب ان هو يهتف ويرجع وتبقى انت فقدته، ده أفيد، ولا الأفيد انك تحافظ على قوتك الناعمة وإن هو يبقى مستمر وقوي بره إلى درجة كبيرة جدا وما تحطوش في مواقف أنت عارف إنه العالم بره مش هيقبلها؟ نفس الموقف ينطبق على فكرة على صلاح. صلاح الناس دايما عايزة منه أكتر من الحمولة بتاعته، مش مفروض إن احنا نطلب من صلاح أكتر مما يحتمل. صلاح في النهاية لعيب كورة، لا هو مثل أعلى ولا هو شخص مفروض يبقى تقارنه بحد، ولا هو تحطه في على التوازي مع أبو تريكة. أبو تريكة كان لعيب كويس، لكن صلاح حقق نجومية عدت الكل ولم يصل إليها حد في مصر. هذه حقيقة. اللي ما خرجش من الأهلي أو ما خرجش من الزمالك بتبقى الحكاية مسألة يعني الكرة عندنا هي الأهلي والزمالك، يعني الكرة في السعودية حتى هلال ونصر وأهلي واتحاد يعني في قدر من التنوع. الكرة في مصر أهلي وزمالك، والباقي مفروض إنهم يعني بيلعبوا أدوار صغيرة في الفيلم، واحد يطلع في أول الفيلم، واحد يتقتل في نص الفيلم، لكن مين الأبطال؟ الأبطال هم الأهلي والزمالك. الحكاية دي لما بيبقى لاعب بيجي من بره الاتنين دول الحقيقة بيمارس عليه بعض الضغوط الشديدة، وبننسى مثلا حاجة بسيطة جدا لازم نفتكرها كويس قوي، ان احنا في لعيب بيبقى زملكاوي جدا وبعد كده بيروح بيلعب في الاهلي فبيبقى اهلاوي ببساطة شديدة، وفي لعيب بيلعب في الاهلي وبعدين يروح الزمالك فبيبقى زملكاوي ويبقى احد نجوم الزمالك، وعندنا امثلة كتير حصلت بالشكل ده. فارجو عدم وضع صلاح في المسألة دي لانه صلاح أكبر من هذه المسألة. مصر تستفيد من محمد صلاح كقوة ناعمة إن احنا نخف عنه شوية عشان نستفيد منه كويس قوي، نسيبه ما نضغطش عليه وما نطلبش منه أكتر من اللازم، ونستثمره في الوقت المناسب لما يبقى عندنا الحدث المناسب، ونحاول إن احنا نحميه. بمعنى إيه إن احنا نحميه؟ محمد صلاح النهاردة وكالات الأنباء بتتكلم بتقول إيه، والصحافة بره بتقول إيه؟ عنده مشكلة مع بلده. محمد صلاح يهرب من منتخب بلده. يا جماعة الإعلام بره مش معانا قوي، الإعلام بره مش مع اللاعب المصري قوي، في عنصرية على فكرة. العنصرية دي كانت موجودة مع عمر الشريف وهو بيتكلم بيقول أنا زعلان إن إعلام بلدي بيهاجمني، بينما الإعلام الخارجي عنصري. فلما الإعلام بلدي بيهاجمني، الإعلام العنصري بيجيب الحاجات اللي إعلام بلدي بيتكلم فيها عني بمنتهى القسوة وبيقول آدي الدليل، ده حتى بلده مش طايقاه، ده حتى بلده بتقول عليه كذا. احنا لازم نفهم النقطة دي كويس جدا، ان صلاح ده ابنك او الحاجة الفاكهة اللي مفيش شبهها عندك، والفترة وبعد ما يمشي صلاح هتقعد فترة كبيرة جدا ما عندكش تحلم بأيام صلاح. بس كده، كل سنة وانتم طيبين.
ومحمد صلاح طيب.